بيشيد بالاهلي زياده عن اللزوم، وان هو بيقول ان الزملكاويه ان هم المفروض ان هم ما يتكلموش على المظلوميه ولا الحكام ولا الكلام ده كله. انا بعمل كده ليه يا كابتن احمد؟ لان انا راجل شفت ده جوه نادي الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم، بتتكلم على المظلوميه، وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل، وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز. عشان اعمل كده لازم اغير عقليه. ايوه اخدها ان انا لازم ابقى اجمد من المنافس المباشر بتاعي الاهلي بكتير عشان اقدر ان انا اقرب منه. وده اللي فيرجسون عمله في مانشستر يونايتد لما مسكه، لما كان ليفربول واخد الدوري اكتر منه ب 21 مره. ب 21 مره مزبوط. اشتغل ان هو يقرب الجاب ويقرب المسافه. الناس ممكن تقول عليها مجنون، ميدو انت مجنون، انت ايه اللي انت بتفكر فيه؟ لكن انا فعلا شايف ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن